تشامبيونز ليج بقى. تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج بس قبل ما نروح الشامبيونز ليج يعني عشان برضو الناس هتكون شافت الجزء ده من الحلقه قبل التكمله. كنا عايزين نقول احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ازمه ال30 ان هو في ضغط من المجتمع انك لازم تلحق تتجوز قبل محدش ال30 مقتنع وكده. بالكلام ده غالبا. لا هو في حاجه، احنا التالت بتاعنا اول ما جبنا كده راح خطب قبلها بشهرين قبل عيد ميلاده بشهرين وسابني انا بقى سلام انت. عدي ديدلاين. يعني مارك مع الحمد لله معاه دبله ما قبل 30. ولا وجون معاه دبله، واحد في اليمين واحد في الشمال، انا معايا باسورد القناه يعني ده حتى ده يوتيوب خدوا مني. بس احنا قفل اتكلمنا القناة. في معظم حاجات الحلقه اللي فاتت بتاعت الشامبيونز ليج وتقريبا حصلت. اتكلمنا على فلير اللعيبه بسيناريوهات غريبه بسيناريوهات بس حصلت هوم واوي. طب خلينا نريكاب كده ماتش. انا رايي نبتدي بصراحه بالترتيب كده ببرشلونه. كمشجع برشلوني كتالوني من ابناء خروج معتاد اللمسيه. حزين. خروج معتاد حزين. هو ايه صحيح فكره اولاد كتالونيا. السيناريو بتاع يعني موضوع الطرد ده، هل هو صدفه ولا ممكن يبقى ليه تفسير؟ على فكره يعني عايزين نركز بقى في الحاجات دي. هل السايكولوجي بتاعت يعني سايكولوجي ان لعيبه برشلونه بقى لازم كل مره حد الموضوع يطرد. بينزل عليه ميمز واللعيبه بتشيره فالموضوع فغالبا عجبهم تقريبا، هو عايز يطلع ترند يعني. مش عارف. انا ما اتضايقت قوي بصراحه بجد يعني عشان ما يبينش ان انا اتضايقت قوي من انا عندي سؤال، انت شايف ان الطرد فعلا ولا عندك انا شايف طول ما بنلعب هاي لاين اب ديفنس هتبقى معرض كل الناس حاسه ان الطبيعي اللي يطرد منك واحد. اللاين مان والحكم والمخرج وكل بحس ان الفار بيتلكك ان يا جماعه تحس انه بيقولوا دول متهورين وبيلعبوا قدامه. لا انا مش شايفها دايركت ريد بصراحه، على الاقل دي يعني نتكلم مش على حاجات قبل كده يعني. طب انا كمان عايز اسال حاجه، انا عايز اخد الموضوع من زاويه اتلتيكو شويه لان انا عندي وجهه نظر ممكن الناس تعترض عليها، بس لغايه امتى برضو؟ عارف لما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن براند ريال مدريد، انا حاسس ان اتلتيكو عامل براند مختلف. انا الاندر دوج، انا الغلبان بتاع اسبانيا، انا معيش فلوس مدريد ولا جماهيريه برشلونه، انا مشروع سيميوني. بس هو انا بحس ان هو مستفاد من ده اكتر ما متضرر منه. هو دايما مصدر ايمج الاندر دوج، في نفس الوقت هو معاه مساحه اكتر بكتير انه يصرف ويبيع ويشتري ويغلط في لعيبه بتعدي على اتلتيكو محدش بيعرف ان هي راحت ولا جت، ويكتشف لعيبه ويعمل عنده روم في الايرور من اخر. غير لما تبقى انت التوب 1 و 2 الديربي بتاع البلد، ان هو كل يوم كل قرار بيطلع في مدريد او برشلونه الناس مركزه معاه. مش كده بس، انت دايما بتقول ان انت اندر دوج، بس هو لو بصينا على الموضوع كفلوس، لا يا باشا انت فلوسك مش اندر دوج. لا بس هو في نقطه هو جاي من هناك. بص هو الاستراتيجي ممكن ناخد راي مورس بس يعني الكونسبت اللي مبني عليه مدريد، انا جالاكتيكوس هجيب كل اللعيبه هعمل كل حاجه. برشلونه حاليا انا فقير ما عندي اللمسيه الناشئين كابتن معتمد جمال وارض اكتوبر والكلام ده، وهنجيب من الناس من اللمسيه 16 سنه عندهم امتحان ميد ترم وهيلعبوا. اتلتيكو مدريد بقالهم فتره بيعمل ايه؟ هو سيميوني هو رئيس النادي بالزبط. هو بيجيب اللعيبه، بيجيب عيال من اصحاب جاب ابنه حرفيا يعني. هو جاب لعيب، لا جاب ولاد ابنه ويجيبهم من امريكا الجنوبيه يبيعهم ب 200 يورو. والفكره دي مش موجوده بس ان هو برضو ومايكل هيبقى فاكر يعني جوا فيليكس وكل الولاد دي ما جايبين، ده كان ريكورد فيه، كان صفقه ريكورد فيه. فهو غير حتى الفكره دي بقاله فتره وجاب لوكمان، ولوكمان ده كان خناقه لعيبه، وجاب الفاريز ده خناقه لعيبه يعني. حتى الفكره بتاعت النادي دي اتغيرت، بس ستيل زي ما انت بتقول كده هو معتمد ان انا اندر دوج في الدوري. انت عارف عملوا ايه الماتش اللي هو بين التو ليجز؟ هو ما راحش ودى المدرب المساعد، خرج كل اللعيبه بره ال 18 بره ال 18 وراح اتغلب من اشبيليا وهم بيلعبوا على الهبوط. وفي مشكله في اسبانيا في القصه دي ان هو بيقولوا ان هو يعني تظبيطه وما لعبش اي لعيبه، وكان ممكن يخرج برده مع كل السيناريو ده، كان ممكن يخرج من برشلونه. ريال مدريد ما عرفش يعمل كده، برشلونه ما عرفش يعمل كده. برشلونه لو اتعمل كده، برشلونه لو كان باع الدوري اللي هو هيكسبه وعشان تشامبيونز ليج كان برده الجمهور هيزوم عليه. لا وهو شخصيا بقاله سنه هو اكتر مدرب في العالم سالري. ماشي هو مؤسس المشروع بتاعه، بس انت يعني مش راجل غلبان بيجيب لعيبه. يعني انا متهيألي ان انت يبقى عندك الفاريز ولوكمان في فرقه واحده، برشلونه هيموت على واحد منهم يلعب مكان ليفاندوفسكي او فيران توريس خلاص. لا انت فرقه عندك مميزات، فرقه بتصرف، وفرقه عندها يعني الحق كده ان هي ايه، انا هجيب جواو فيليكس ب 80 مليون ساعتها كان ريكورد، واجرب واجيب ده واجرب وامشي وابيع، بس ما حدش حط عليا السبوت لايت، انا قاعد بلعب في الباك جراوند. وانت شايف ازاي ده يا مورس؟ انت المفروض رايفل راجل يعني اتليست كنت شجع مدريد فتره يعني، فكنت تشوف اتلتيكو على مدار السنين، يقول من 13 كده في مطالع بقيت تشوف اتلتيكو بطريقه مختلفه. انا من زمان بتضايق من اسلوب من طريقه لعبهم علشان بحس ان هم يعني كونسرفاتيف مش بس كده. شفنا مدربين كتيره كونسرفاتيف زي كونتي في اوقات، زي مورينيو في اوقات،
انا كمان كنت بحس ان هم اجريسيف اجريسيف بيضربوا بعنف. بيضربوا. يعني انا ممكن ابقى اجريسيف بس مش شرط ابقى عنيف. انا بحس ان هم بيلعبوا بعنف وما عندهمش مشكله يأذوا اللعيب اللي قدامهم عشان يعمل فاول عادي. فدي كانت دايما مشكله بالنسبه لي هو يمكن اتطور شويه مؤخرا، بس زمان كان اكستريم كده فعلا. انا بقى عندي حاجه هي اكتر، هيبقى سؤال مش ستيتمنت يعني. انا حسيت ان الصفقات اللي زي جواو فيليكس مش ما بتاعت نجحتش اتلتيكو. مع اتلتيكو. يعني هو لما حاول يغير طبع الفريق، يعني اللعيبه دايما اللي نجحت معاهم اللي هو زي ماركوس لوريانتي او كوكي او قبل كده جودين الجنود اللي بالظبط. بيحطهم. ويان اوبلاك، الناس اللي هي فضلوا بقى حياتهم كلها مقضينهم عندهم في دايما ستريت اتلتيكو سترايكر حتى على مدار العصور قبل فرناندو توريس اجويرو، وطلعوا ولعب فالكاو مرتا لعب معاهم حتى لفتره قليله بس بس. يمكن دي جول بري ليفربول سيميوني. المشهور. لا دول حته بري، انا بقول انا حتى تاريخيا هم حافظوا على فكره السترايكر التسعه سورلوس، وده اللي بيطلعنا كل ماتش ده. يعني هم عندهم دايما سترايكر تسعه كويس، باكات مدافعين كويسين، سي امات تحس بتجري كلاسيك 5-5. كوره كده يعني. بتجري يعني لعبه تسعيناتي شويه. طب لو حاولنا على برشلونه، في ناس بتتكلم عن لا رحيل فليك، او اللي هو على فكره يعني مع الفرق يعني، بس عشان ما حدش يتضايق، ابتديت احس ان هي ملمسه شويه مع سيناريو ارتيتا، اللي هو ماشي يا عم انت عملت وبنيت بس، وبعدين هتكسر حته تشامبيونز ليج امتى؟ يمكن ارتيتا كل البطولات لا بس. فليك مع انا بالنسبه لي تيم فليك طبعا، ان الراجل ده جايين من بري تشافي عمل الفرقه وجاب انتوا العيال كنتوا دي، انسو بتصيحوا فاتي يعني. والعيال دي سوري لامين يامال وكل الناس هو اللي مطلعهم، بس احنا ما كناش موجودين. على الاقل الدوري اللي احنا بنتكلم عليه ان هو عادي واخدينه فور جرانتد ده، اخر 3 4 سنين قبل فليك احنا ما كناش بنكسبه، نتغلب من ريال مدريد مرات يعني ورا بعض، ما كانش ده بيحصل كتير بقى لها فتره. حته الشامبيونز ليج برضو، عارف مورينيو لما قال فوتبول هيريتج، احنا تاريخيا برشلونه برضو، ودي مشكله ان فتره ميسي ريال مدريد خد بطولات تشامبيونز ليج اكتر منه. يعني ده اكتر لعيب انت في التاريخ جامد ومعاك ككلوب، وبرضو ريال مدريد خد منك تشامبيونز ليج اكتر في فترته. فالتشامبيونز ليج هيريتج بتاعنا للاسف مش كويس. فده مش معناه ان احنا عادي نخسر تشامبيونز ليج بالطريقه دي، لكن فكره ان فليك طب لما نمشيها نجيب مين؟ مين هيلعب؟ مين في السوق اصلا ومين فاضي؟ بالعناصر دي هيطلع ايوه حاجه؟ هنجيب تشابي الونزو يعني، ما يعني هنجيب مين؟ في الاخر ما عندكش حد الا بقى هتطلع مدرب من ولاد النادي ما تعرفوش وهكذا. فحاسس ان دي صعبه شويه، ما اعرفش رايك مايكل ايه يعني. انا كمان حاسس الطريقه اللي خرجوا بيها يعني فيها جزء كبير عدم توفيق. انا مش صح. معترض كده على الكارت الاحمر اللي في اول لج، بس ان هو عمل بدري ودخل فيهم جونين وان اللي هو ده حصل ما في كانش ارضهم خروج وده فاضي. حصل في اول ربع ارضهم ساعه هم. اول ربع ساعه دي كان وبعدين ممكن تبقى 3-4-0 برشلونه عادي بالظبط جدا، كنا هنتكلم على عبقريه يمين يعني فاهم، كان الماتش هيتغير خلاص. والشوط بالظبط. التاني برضو انا فاكر بالذات قوي الكرة اللي الولد مناخيره فيها اتعورت دي. ايوه الكرة دي كانت يعني فيرمين. دي فيرمين. بالظبط. وكان في كذا كرة تانية اللي هو لا يعني هي خلاص احنا رايحين نجيب جون. ف very very short margin. يعني انت مش بتشوف كوتش هو اثر تكتيكلي او الفريق اللعيبه بطلت تسمع له زي ما انت دلوقتي بتشوف في ريال لا مدريد. طبعا. عن سؤال حته كيس تانية برشلونه خالص. برضو، عشان برضو اتكلموا فيها بس هي بره الشامبيونز ليج شويه. متعودين عن ميسي ان هو اسطوره النادي ما بيتكلمش، بينزل الملعب يتضرب عادي، يضربوني كمان عايز اتوب، ده ستايل ميسي. يمين يامال العكس تماما، العكس ستايل تماما، كل الفرقة. حاجه بستوري. انا بتكلم كتير، بحط صوره ليبرون جيمس، بغير الفرقه، حبيبي. هنكسبكم، هنعمل لكم الكلام ده. انت انهي تيم كوره حاسس اللي بيتكلم كتير ده بياخد من الملعب؟ يعني بص انا بشوف ان يعني لامين بيحط حاجه في الملعب قصاد شويه اللي بيعمله، بس انا شايف ان ميسي يعني هو وان اوف كايند في كل حاجه، ويمكن هي فرق شخصيات. انت من حقك يعني انا كمشجع اعمل في الملعب، ويا سيدي بره بس اتشقلب الناس كانت خلاص. بتهاجم رونالدو ساعات لما كان بيلم شويه، يعني مش مستوى يمين يامال اللي بيعمله. لا يعني رونالدو لما كان بيتحجج بحاجه او بيرمي على حاجه كان بتتمسك. شوف اه طبعا. ميسي عامل ايه وانت عامل ايه في الحته دي. ما انا ف بس انا بحس مقارنه بميسي، هو ميسي اصلا يعني يعني معظم الناس بتاكد ان هو في اكتشوال اوتيزم في الموضوع، فحس ان هو الموضوع بعيد شويه اللي هو كيس مختلفه. بس انا رايي بصراحه يعني حتى ابره انا كان بالنسبه لي يا عم هات الاجوان المجنونه واطلع بقى قول انا اسد انا مش عارف ايه بره، ما بيفرقش معايا ما بصراحه. اعرفش رايك ايه. انا بميل شويه للاكزامبل بتاع ميسي. يعني انا بفضل اللعيب، بس هو برضو بس لامين ما حسيتش ان هو الماتش ده كان وحش يعني، ما تقدرش تقول لا لامين لا لما اتكلم كلمتين دول هو كان احسن واحد في الفرقه برضه ستيل لا. يعني بس هو انا بحس الستايل بتاع
انت شويه الامباكت بتاعك مش بس انت كلاعب، يعني لامين ممكن يبقى عارف يلعب في الجو ده، بس ايه الامباكت بتاعك على الناس اللي حواليك. والفرقه الثانيه بتسخن عليك، دي مم. بوينت ثانيه برضه. صح، انت بتخلق تنشن ما انت في غنى عنه، اللي هو بتسخنهم ضدك. ميسي بينزل هو ما حدش اصلا لغايه قريب مش عارفين صوته ايه، بس هو بينزل يقلب عليك الماتش ويروح. وبعدين لما يبقى ده الاكزامبل بتاعك انت كمان بتبقى عايز اللي هو تدافع عنه او تعمل زيه، او أيوة. انت صح. مش بيبقى. بس عشان ما نظلمش الولد، او احنا بنتكلم لو ميسي والاكزامبل وكريستيانو وكده، بالظبط، هو فرق لامين السن. هو الولد الصغير يعني، هو اللي عايز لامين لسه الاكزامبل. ستيل 18 بالظبط، سنه. بالظبط، 18 صح، أيوة يعني طبعا. فممكن الكيس مختلفه شويه. فرقتك المفضله بقى؟ لا بس انا كنت عايز اقول كمان على الماتش ده حاجه حتى بنشوفها في افريقيا، بنشوفها في حاجات كتير، انه انا عندي نظريه مقتنع بيها جدا، انه الفريق اللي معاك في الدوري اللي هو من الاخر هرشك ده، لما هيلعبك في البطوله القاريه، غير لما فرقه من تانية اللي هي جبت برشلونه لامين مش عارف ايه، لا ده حافظك، ده عارف على ارض الملعب بيلعبك مرتين على الاقل في السنه، وممكن عليهم مره كاس ومره سوبر مش عارف ايه. فالوضع يعني حصلت مثلا على سكيل ادفع بكتير يعني، بس حصلت مثلا في كونفدراليه. الزمالك المصري كذا سنه الماتش ده 3 ماتشات دايما بتلعبوا مع بعض، والماتش اللي في النص بيبقى دوري. لا وكمان بيزهقوا من بعض. في الكونفدراليه والزمالك لا، حصل بتاع الزمالك ترجي لما كان في فتره، يعني قصدي انا بتكلم على فكره انت تلعب الفريق كذا مره في شورت سبام، بس القصه اللي بس على بتكلم فكره على الدوري الفريق يعني. المحلي اللي هي اولمبيك اسفي ده لاعب الوداد مش عارف انت متابع ولا لا، الوداد دلوقتي مع حكيم زياش ومرابط حكيم زياش وسفيان مرابط، يعني لعيبه جايه من الشامبيونز ليج. فاولمبيك فريق اسفي 40 طلعهم سنة بلس ده. من البطوله. اولمبيك اسفي ده في الدوري المغربي معاهم قبل الاخير ما قبل الاخير حاجه كده. Yeah. فسيناريو كان ماتش وزياش تحفه بصراحه. هو جون منهم هو الغلطان اللي- فيه، بس اللي- هو فري كيك حلوه، بس يعني بالظبط. جون هو غلطان فيه يعني. لا كان ماتش تشامبيونز ليج يعني حاجه كده غريبه، بس انا دايما مقتنع بده، الفريق اللي معاك في الدوري اللي هو بقول لك ايه، انت من مدينه نصر انا عارفك، اللي هو قطع عليك، هيبقى غير الفرق اللي جايه لك بيسمع عن اهلي زمالك مخدود عن يعني. برشلونه يعني ليها امباكت انا مختلف. حاسس برشلونه لو كانت لعبت يعني ارسنال في النوك اوت دي بمستوى ارسنال الحالي ومستوى برشلونه الحالي، كنا هنطلع ارسنال. عامه اي فرقه من دي غير مثلا سيبك من ريال بايرن عشان اوريدي يعني كان الماتش اصلا رايح راجع كتير، كنا هنتعدي من اتلتيكو. يعني عدي غير اتلتيكو احنا ما كناش هنعدي منه يعني. بالمناسبه ممكن نتكلم عن ارسنال سبورتنج. بولا مش موجود، ممكن ما تتكلمش عليه عادي. ماشي نخش في تم باريس ليفربول. تم استئصالك. نخش في باريس ليفربول. الماتش بتاع ارسنال ده اتفرج عليه 2% من هو على فكره فعلا بولا منهم ما أقل- اتفرجش. اقل فيو اللعيبة ما مش اتفرجش. عارف في الكورتر فاينلز في التاريخ حاجه ماتش كده. غريب 0-0 حتى الاولاني اخر دقيقه هافرتس، الماتش الثاني 0-0. مع كمان يعني هو عادي ان ده يبقى سيناريو انك على ماتشين تكسب 1-0 وبتاع، بس لو في نديه انت بتلاعب فريق ده انت السترايكر بتاعهم معاك في يعني عارف اللي هو فرقه ما فيهاش غير شويه لعيبه متوسطه جدا، فانت مش عارف تجيب جون في سبورتنج. يعني عشان كده الناس شويه يعني جماهير ارسنال حاسه الناس كرهاهم، بس هو لا انت الناس بتقدم ملاحم كرويه وانت 0-0 سبورتنج. بس عندي سؤال برضو، وممكن بعد كده نمشي نتكلم على ماتش تاني. بالنسبه لارسنال، علشان هم اول السيزون ما ابتدوش بالشكل الممل ده وبالشكل كان في جوان مع بالظبط كده. تفتكروا قد ايه الاصابات فاكتور؟ لان انت عندك السيزون ده انت هافرتس مصاب كتير، اوديجارد مصاب كتير، مش قادر اقول كده يا مايكل، مثلا ساكا سيتي برضو. الناحيه الثانيه ما قعدوا فتره كده اللي هي اللي حصل فيها بوينتس ديفرنس جامده، ما كانوش لهم 3-4 لعيبه يلعبوا. بالظبط. كان هالاند ده كان اجباري بيلعب، فودن ده لو بربع رجل كان هيلعب. ففي فتره كده قبل ما شاركي يدخل شويه اكتر وسيمينيو والقصص دي، حاسس ارسنال يعني مشكلتها مش بس اصابات، وحتى اللعيبه لما بتركب يعني دلوقتي، ما هو كان بيلعب ب3 فرق لما هو كان في 3 بطولات برضو، جيزس نافاس تشيله هتحط افرتس، هو برضو مستني الكورنر اللي جابريل اللي هيحطها يعني. هو لا وده معناه ان انت كارتيتا السيستم بتاعك مش بيجنريت حاجه هجوميه من غير النجوم بتوع يعني فليك، لو رجعنا نقارن بفليك، لا فليك انت ممكن تشيل بيدري تحط حد ممكن المكنه تفضل شغاله، تشيل فيران ليفاندوفسكي المكنه شغاله، فهو في انجن كده شغال بيطلع، ممكن بقى فرق الكواليتي يفرق في الفينش فمش عارف ايه. انما ارسنال تحس ان هو لا مع الاصابات فعلا الدنيا بتبتدي تتهد، فدي مش حلوه لارتيتا بقى، ان هو انت الهجوم مبني على افراد جوه السيستم. فادي كان عامل جوستنج في ماتش ريال مدريد وباين مش عايز يرد لغايه ما النتيجه خلصت. انا ابويا بره مش برد عليه، انت عايز ارد عليك؟ قال لك اوليزيه هو اصلا بقاله 45 دقيقه ما بيتكلمش. طب خلينا نسيبه ونعدي على باريس ليفربول بسرعه ونيجي باريس للملحمة. ليفربول ما فيش كلام كتير. حاسه اكتر ماتش المنطق. منطقي جدا يعني، انا منطق لسه انتصر يعني. انا لسه على كلامي ان باريس هيكسب تشامبيونز ليج. صدقني انا حاسس اللي هيكسب من باريس وبايرن يعني.
حاسس ده نهائي مبكر. هو انت بتشجع بايرن فانا عارف في حته العاطفه، بس هيبقى ماتش قوي طبعا. بس انا نفسي البروجكت بتاع باريس ده يستمر. يعني على حسابي يعني على حساب ما أنا يستمر كمان في يعني. الفيفا عادي، ما واخدين كل حاجه. لا لازم يستمر عشان انا مقتنع ان ذاتس هاو فوتبول لازم تلعب، لازم الكره تلعب بالطريقه دي. يعني واحنا اللي تجيب بنركن الاتوبيس؟ يعني انت بتجيب، لا انت بروجكت مختلف، انت عمال تجيب ستارز، هو ما بيجيبش لا ستارز. انا هو بص ما بيجيبش ميكس ستارز. ميكس. مايكل اوليسي ده يا جماعه ما كان الناس ما كانتش راضيه تجيبه في الفانتزي. لا يعني لا مايكل اوزيه ده كان حد يعني بروميسنج في السيزون ده، زي مارك جاي لما كان عايز يروح سيتي كان كان طالع خناقه ليفربول. صح. ماشي انت جبت بس هاري مش جبت هاري كين هداف الدوري هاري الانجليزي كين ماشي، التاريخي. هاري كين دي عشان انا مضطر انه لازم يبقى عندي ماشي. بايرن مش بتوبريت من غير ما يبقى عندي رقم 9 بروليفيك. ده من زمان جدا، من ايام لويس الستينات دياز جيرد ليفربول مولر. كانوا بيشتموا فيه لغايه ما ابتدى ينطق، اول ما نطق رحت انت جبته. يعني انت خدت ولا لا، ده جماهير ليفربول نفسها كانوش بتقول ان حابينه. انا اللي نطقته. لا ده لا مش لا ده هم لويس لا لا. دياز اللي احنا بس في بايعينه. اخر السيزون هم عشان زهقوا منه قصه كولومبيا ولما بود خطف والقصه اللي احنا حكيناها دي. لكن في الاخر هو لعب، لما كان بيلعب انت خدته قدامه هو لا بس في النقطه دي معلش سوري برضو انا قاطعتك، بس في النقطه دي انت كل اللعيبه اللي هو جابها هي البرفورمانس بتاعها مع بايرن اعلى بكتير أيوة من أكيد، ما هو البريمير. الاوتبوت اعلى يعني بكتير حتى من- لويس دياز هو جاي من ليفربول، هو جاي أيوة. من فريق كان واخد دوري. يا عم، هو لا بيعني ساني لما راح لهم وكان من سيتي، ساني بتاع بايرن اقوى من ساني سيتي. لا بس على كان سبين. كان في بس مرحله بس دي تحسب ماشي. لهم برضو. ايوه هم بيفولوا اللعيبه وال- في ليفل معين. ولويس دياز مش النجم اللي يعني كنا احنا حلو. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده ده بس ليفربول قصدي- كانوا يعني بيخلصوا قصدي منه لا، يعني. لما انت عملت الصفقه ما انتش جايب اللعيب صح. اللي أنا هو معاك، يعني صح. بس انت لويس دياز وانت رايح من ليفربول لبايرن عارف اسمه. لما انا قلت لك باركولا هيلعب في باريس، انت كنت عارف مين باركولا؟ انت فاهم انا عايز اتكلم آه. في ايه؟ كفارة سخيليا. لا هو ده اللعيب الوحيد هم اشتروه كفاره، صح، لكن مات. ايوه ده اللعيب هو الوحيد اللي يعني- اشتروه كاسم. ده اللي انا عايز اقوله، ان هم مثلا هم اقوى في جابوا، الحته دي. هم جابوا لعيبه انت هتجوجل مين ده لما عرفت الترانسفير، طب انا برضو لكن في انت عارف اللعيب اللي رايح. بس 100%. بره خط الهجوم بتاع بايرن بالظبط. بص بقى على نص ملعب وخط الدفاع بالظبط. ما انتش لاقي انت أسامي بتعرف برضه. مين؟ تعرف موسيالا بافالوفيتش. لا ماشي، ثانيه واحده، موسيالا ده. ستانيزيتش وبافلوفيتش مين بيلبس ماشي كام؟ ولا ده الناس أعرف مش يعني. عارفه. لا لا اي اتش في واحد اللي هو اتخانق معاهم، واحد اللي جاب الجول. طيب يا عم. لا يعني تعرف لا، لينارد كارد؟ موسيالا انت عارفه. موسيالا ده موسيالا ما كان لعبش السيزون ده تقريبا يعني. ماشي آه، عشان برضه اصابه، بس قصدي من ساعة كأس موسيالا العالم ده للأندية. كانت خناقه ازاي يتحول اصلا وراح خد جنسيه والقصص دي بشكل اكبر. بس ده هوم انا جرون حاسس تالنت. انا باين من قريب من الحته دي. انا بكسب مثلا فرق بين ريال مدريد لما اشترى الفرق كلها وواحد زي باريس. لا هو باريس اعلى واحد في باريس الحته دي. ريال مدريد، انا اقل منه شويه، ريال انا مدريد مش راح مش مختلف. فض مبابي وميسي لما مشي والفرقه دي كلها فضت، وستيل هم جابوا لعيبه صغيره وبرفورمانس اتحسن كتير. لا انت جبت مدرب عنده فكر كمان اللي هو هنشوف يعني الماتش هيجيب. يعني. بالظبط. لا هو هيبقى هنشوف ماتش الماتش حلو قريب. اكيد. والناحيه التانية الناس بتقول بقى ده كان قافل موبايله مش قادر يتفرج بجد، ما كانش قادر. كان طب عاملين استنى نبعت لبعض، هو بعد موليزي حط جون يعني، حتى 3-3 كان عادي، كان مقتنع بس إنه انا يجيب مش جون. ضامن حاجه، انا ما بقتش ضامن صوابع ايدي خلاص في السيناريو بتاع الماتش. بس يمكن نرجع لباريس ليفربول. انا حسيت ان هو يعني سيناريو منطقي جدا، ده حتى جماهير ليفربول كان ممكن متوقعين اسوأ. اتنين هنا واتنين هنا. بفورمة باريس بان ليفربول بيقدم اسوأ سيزون ليه تقريبا. هو يمكن نقطة الخلاف الوحيدة ان هو مقعد صلاح، ودي بقى حتة انا بصراحة بخاف اتكلم في التوبيك ده، مش عارف ليه دايما. عشان الصحي ما عدناش ما سافرناش معاه بيونين. لا يعني انا بس قبل مايكل يعني حته صلاح، ما هو السيزون، هو في سيزون غريب قوي ان هو احسن سيزون ليك في حياتك وانت above 30 لأسوأ سيزون ممكن يكون في صلاح في اوروبا. مش بلومه بس 100% بصراحة. حلو سيبك من الاسباب، بس انت كمدرب انت خلاص غالبا خسرت اوضه اللبس، اللعيبه مستنيه السيزون اللي جاي عشان يبتدي. فكنت بقى لعبت زي ما الجمهور عايز يلعب وخلاص بقى. يعني ده كان فكره، كنت لعبت بصلاح ولعبت وعلى اساس انك اسمك عايز تكسب الماتش حتى لو انت عارف انك مش هتكسبه. طب هل حتة انه اعلن انه خلاص ماشي دي زودت الموضوع اكتر؟ طب ما هو هيكمل السيزون وهيلعب اخر ماتش بس في هيقول لك أنفيلد، مش والناس هتكون عايزه تكابتنه في الفانتزي وهيحط جون في بس آخر هيقول لك ماتش خلاص والناس- يعني هو الدنيا مش احسن حاجة مع سلوت وماشي ومش ما عندوش حاجة يلعب عليها قوي يعني مش عارف ايه رايك؟ انا اكشلي ده كان السؤال اللي انا كنت لسه هساله لكم. هل الدروب في مستوى صلاح ده يرجع لان هو السن، او ان ده ممكن ده دروب طبيعي يحصل،
ولا هل يرجع لعدم ثقة المدرب وان العلاقة دي is انا broken يعني؟ اراها زي فكره السؤال ال30، انت كنت 29 و8 شهور بتلعب كويس، ما انا مش مش مقتنع، اول ما بالعكس لبست ده هو كان 30 بيك بص، وهو حاجه هو كان و30. بيك وحاجه و30 فرق 3 شهور. يعني ايه اللي حصل في شهر 6 شهر 9؟ الدروب اوف ده ده مش سؤال واقعي غريب. فعلا. وهو في الاول كان بيلعب، يعني قصدي برضو بس يعني مش الفكرة ان هو السيزون اللي فات اللي عمله ده ما كان معاه برضو ارني سلوت، فايه اللي حصل؟ انا حاسس بقى انت عارف خلى ايه، ودي هو كتب هنت عليها قبل كده. انا حاسس ان هو كان مرتاح مع اللعيبه اللي مشيت دي اكتر. يعني هو الصفقات الجديده كانت حلوه قوي وشايننج كاسامي، بس ممكن هم ايه مع بعض مش لغايه مؤلفين. دلوقتي مش راكبه، وهو مش مرتاح، فاللي هو هو ايه مش مركبين صلاح عليهم، فاهم؟ انا حسيت كده يعني. هو صلاح كان يعني لا مش ان هو يركب عليه، الفكره ان هو يبقى احسن منهم حتى لو مش كويس. يبقى هو ليدر الفرقه. هو ليدر الفرقه، هو فان دايك، روبرتسون، عارف هم العيال دي قعدت برضه 7 8 سنين مع بعض، خدوا بيك كل حاجه. فكل الفرقه دي مره واحده ما تبقاش موجوده وتتفكك، حتى لو اللعيبه اللي جايه كويسه. يعني هم هيبرفورم احسن السنه الجايه، مش عشان صلاح مشي، عشان الفرقه دي هتاخد لسه المومنتم بتاعها دي عارف انت لما سنتين 3. شركه تبقى ماشيه وشغاله كويس، بعدين يجي مستثمر اللي هو ايه، انا هدفع وهعمل ريبراندنج ومش عارف ايه، بقى كده الدنيا تعطل، اللي هو خلاص بقى في حاجه كان في كيمستري كده والدنيا فكت. انا حاسس ان ده حصل في ليفربول. هو كل لعيب لوحده كبروفايل، حتى يعني بيتريقوا على جماهير ليفربول اللي هو انا جبت وجبت وجبت. بس لا يا جماعه، ما انا لو في اول السيزون دي ليستد ده مين يعني يتخيل ان انا عايز مهاجم فاجيب ايزاك اللي هو اكبر، ده مش بريمير ليج بروفن، ده يعني اكسترا بريمير ليج بروفن، والبديل بتاعه يبقى هوجو ايكيتيكي اللي هو كان مكسر الدنيا برضه في المانيا، واللي هو اثبت نفسه في بريمير ليج، جايب اكبر تالنت في المانيا برضه، فيرتس اللي مكسب ليفركوزن نجم الفرقه الدوري، فجايب احسن اوبشن باك شمال. لا عارف يعني فعلا هو انت لو رجعت كده لاول السيزون ده، حتى في الفيفا هم بقوا فرقه جامده قوي، بس اللي هو ايه، مين يتوقع انه ده الاوتبوت، او انه الدنيا مش هتمشي للدرجه دي. يعني ممكن تقول صفقه ما تمشيش قوي، ايكي تيكي ما يظبطش مش عارف ايه، لا هي الدنيا كلها تحس الهويه كلها راحت، الكيمستري راحت. فمش عارف، بس هو كسيناريو بي اس جي ليفربول اعتقد ما كانش فيه مفاجآت، واعتقد ان باريس كمان ما كانتش جايبه اخر الدواسه. يعني حاسس ان هم ايه، قسموا الماتش براحتهم، 2-0 هنا 2-0 هنا من غير يعني تنشان. معرقوش خلاص. كتير يعني. انا عندي سؤال ليك، علشان انت بس مش بتشجع بايرن ميونخ، انت كمان بتشجع المانيا. يعني بس هو المنتخب مات يعني بس. ايه رايك في قرار فيرتس ان هو يروح ليفربول مش بايرن ميونخ؟ صح. وكان ايه ممكن ايه الفاليو اللي كان ممكن يقادها لبايرن ميونخ؟ انا هقول لك بقى، ودي على فكره هترجع للبوينت اللي مارك كان بيتكلم عليها في فكره بايرن ليه بيلمع اللعيبه. انا بحس في فرق كبير قوي لو انت لعيب مش في البيك، يعني سيبك من اكزامبل هاري كين والناس دي، لا لو انت اللعيب اللي هو في رينج ال 24 23 25، ان انت تروح في بنفيت انك تروح الدوري الالماني، ان انت مع بايرن كده كده يا عم، حتى لو خسرت الدوري ليفركوزن، حتى لو كسبته السنه اللي بعدها مش مهم، بس عندك مساحه. طبعا اكيد ليفل الدفاع اضعف شويه، وعندك مساحه ان انت تبلد ثقه، تبلد ارقام، تنسجم مع الفرقه. يعني انت عندك مساحه انك تجرب في الدوري اكتر من اي دوري تاني. ان انت بايرن مش يعني هيدي لك الاوبشن ده، عايز تنزل اللعيب ده شويه، عايز تبتدي بيه، عايز يبقى هو ده الاوبشن الاساسي بتاعك في روم برضو ان انت تجرب، وفي نفس الوقت بتبتدي تبلد ارقام، وتبتدي تاخد ثقه، تبتدي يعني لويس دياز انا حاسس ان هي فرقت معاه قوي، ان انت بدل الضغط بتاع البريمير ليج وليفربول، وان انت كل ماتش نازل عليك سبوت لايت، وعليك بريمير ليج اصلا يعني ساندرلاند عليه سبوت لايت، فاهم، معمول له دوكيومنتري. انما في المانيا الموضوع اهدى كتير، وانت في بايرن في التوب، فكل حاجه حواليك. ده غير ان طبعا منظومه بايرن، يعني مش عشان انا بشجعهم بس، لا كل الناس معترفه حته بقى فيتنس ونيوتريشن وتاكتكس واناليتيك، كل حاجه مهتمين بيها، فتحس ان هو اوبشن حلو قوي ان انت تتطور فيه. فيرتس حقه على فكره، انت لو واثق بنفسك 100% لا تاخد خطوه ليفربول، اللي هو انا مش لعيب الماني في دوري الماني، او اخد سكه جوتسا، او اخد سكه مش عارف مين كومفورت زون، واروح بايرن واخد الدوري واستخبى فيهم، لا. فهو قرار شجاع منه، بس هو شبه، عارف شبه قرار مرموش، اللي هو ايه، كل العالم كان شايف ان مرموش مش احسن اختيار ليه سيتي، ان هو لا لعيب محتاج ستايل لعبه معين، مساحات معينه، ممكن حتى لو بريمير ليج يبقى ليفربول اكتر، ارسنال مش عارف ايه، لكن هو اول ما جاله سيتي طبعا دي فرصه ما تجيلكش، فهو خلاص خد الثقه في نفسه وراح. ولكن الصفقتين تقريبا الناتج اللي هو ايه، متوسط، اللي هو ماشي. لا لو كنت رحت حته عندك روم اوسع انك تجرب، كنت هتكمل ديفلوبمنت احسن. فده رايي في فيتس، انا كنت اتمناه في بايرن. هو لو انا مكانه وواثق في نفسي قوي كده، هروح ليفربول فعلا والبريمير ليج، واللي هتعمله في البريمير ليج لو كان مشي يعني كويس، الامباكت بتاعه كان هيبقى اكبر بكتير. يعني انت بص اوليسيه
اوليسي لازم فاضل له 2 تقريبا، عايز يعادل رقم ميسي التاريخي في الاسيستات عشان الناس ابتدت تتكلم عليه دلوقتي شويه، يعني شويه اكتر. انما ليفربول انت لو بس زقيت فرقتك للاول او التاني ممكن يبقى عليك سبوت لايت اكتر يعني. انا بالنسبه لي مدريد برشلونه توب فلايت بريمير ليج، دول اللي انت لو اي حد عايز يتنجم. باريس لا، بايرن لا، دوري ايطالي لا. بس انا فاهم هو ليه فكر في الاختيار ده يعني. بايرن ريال عشان نلحق لعب الجيم عشان نلعب الجيم. ماشي، حاسس ان انا رغيت كتير بس برضو لو من بايرن ريال يعني خلينا ان اسئله واضحه. اه سيناريو الماتش التاني ده اللي كان متوقع لا عشان انت الفرقه بايرن نزلت يعني كانت نازله مش عارفه عايزه تكسب ريال ازاي، مش كتكتيك كسيناريو ماتش. انا شايف انه الغلطه بتاعت نوير في الاول دي اكستريم قوي. اولا انا شخصيا كنت قلقان، كنت في الماتش الاولاني بقول ما يبتدي باوربك ورجله في الملعب ومش عارف ايه. نوير عمل ماتش حلو جدا في الدور الاولاني وشال كور صعبه، فما كنت خلاص، كنا كل الناس اطمنت ان هو هيشيلك الماتش ده. نزل في الثانيه 40، انا اصلا اتخضيت خضه بسبب الجون ده غريبه. انا مشغل التلفزيون واول 40 ثانيه يعني بشوف ببعت حاجه على الموبايل كده يعني. فالمهم لقيت الشوالي بيزعق، فانا فاكر يعني في حد نزل الملعب اصل الراجل لسه مصفر. فلقيت اردا جولر بيحتفل، انا عارف اللي هو قلبي. فلا كانت خضه غريبه، وانت على ملعبك وهم خدوا جامب في الثقه مرعب، لان هو جاي لك مغلوب في ملعبه. هو لعبوا ماتش عوده احسن من الذهاب في رايي يعني بكتير لو انت دخلته الجيم، وبعد كده الغلطه كمان بتاعت الفري كيك واللي نوير عمله تاني. اردا جولر خلاص، اردا جولر كان هياخد البالون دور على الشوط الثاني. نفس القصه بتاعت فالفيردي ونفس القصه بتاعت يعني فلير. بس سيناريوهات غريبه برضو يعني، في حاجات يعني نوير بيعتزل، هو مش لسه لعيب بيثبت نفسه، فازاي يعمل غلطه زي دي يعني. قلنا ده الوحيد اللي شويه قدام مدريد دخل فيه جوان، بس ما كانش على الاقل اللي هو بيديهم الكره في ايدهم، عملها برضو يعني. سيناريوهات مدريد طبعا مايكل بقى حته ال 50-50 بتاعت التحكيم دايما الفرق التانية شايفه ان ريال مدريد بياخد ال 50 دايما، اللي هي يعني اللي 95 بتاعت كامافينجا دي كان باين قوي ان الحكم مش واخد باله ان كامافينجا واخد انذار. لو هو كان حاسس كان واخد باله السكند يالو ده ما كانش اتاخد، ما كانش خد ريد، كان الماتش ممكن يروح حته تانية خالص. حسيتها دي المره دي ولا عادي؟ ما برضو انا الاول عايز اعلق على حاجه هنا، عشان الاول جون اللي دخل في بايرن ده، انا اول حاجه فكرت فيها مايك تايسون عنده كوت كده بيقول لك ان everyone has a plan until they get punched in the mouth. هو خد هو البانش الجون اللي جه في اول 40 سنه ده في الفيس كله ده. انا برضو اللعبه بتاعت كامافينجا بالذات من البلايز طبعا هيبقى عليها تفكير وات اف كتير قوي، لان قالت البيت هارش ان هو ياخد كارت احمر بسرعه، كارتين صفر ورا بعض، بس قانونيا الحكم ما عملش حاجه بالظبط. هي برضو يعني حاسس الحكم لو كان واخد باله ما كانش اداله. كل الناس بتقول كده يعني، مش هنعرف نيته بس رياكشن وشه، لا رياكشن وشه هو كان ناسي. هو لما هاري كين راح له في فيديو كده، ما شفته ولا هاري كين بيقول له ايه يا معلم، هو دي التاني الثانيه على التاني فكره برق ايه ده، وانا اديت انذارين لعيب ريال مدريد ده، انا مش عشان كمان نازل متاخر، فهو الحكم ناسي اللي هو لحق اداله اداله هينزل له، فاهم الحاجات دي. بس هو كامافينجا ما كانش المفروض يحط نفسه في يعني غبية فرستريشن قوي frustration. غبية قوي. في وقت انت التيم بتاعك مش مستحمل، انت يعني يور هولدنج اون وبعدين منتاليتي ليه اللي انت عايز يعني انت كده انت ان في الجيم يعني، ليه تضييع الوقت؟ وما كانش انا ما كنتش حاسس الفتره دي باين يعني ضاغط قوي، مش كانت نفس النتيجه ساعتها الطرد تخلي الجيم متعادلين. يكمل اكسترا تايم. فليه يعني قصدي مش غريبه شويه، مش كسبان فرق 2 فانت عايز تضيع بتضيع وقت وقت مثلا. بتاعه. غريب قوي رياكشن، استغربته بصراحه يعني. speaking to the point بتاعت مايك تايسون وازاي دخل فيهم جون في اول 40 ثانيه، عجبني قوي الريزولف بتاع بايرن ميونخ، ان هم فضلوا طول الماتش يخش فيهم جون، بس في كاركتر في الملعب وفي كاركتر لمدرب بره، ان لا عادي احنا هنقدر نكسب. يمكن دي لما انت سالتني بره مين ليه المره دي النتيجه طلعت مختلفه شويه، قلت لك جزء منها انه السيناريو قريب من المرات اللي فاتت، الجنون بتاع الديربي ده. لا المره دي كاركتر اللعيبه مختلف، كان ابرد شويه، ودي حاجه كويسه. بس كنت بقول لفادي انا حاسس اللعيبه فيه بيرسونال هيت مع مدريد يعني. نوير طبعا هو ده موجود من زمان. لا بس نوير كده نوير وكيميتش هاري كين طبعا عنده عقده. اوليزي بعد الماتش بيقولوا له ايه احساسك لما كسبت كينج اوف ذا تورنمنت؟ قال لهم كينج اوف ذا تورنمنت كان عايز يعني ايه يشتموا. بس دي برضو دي جزء من براند اوليسيه، بيعمل شخصيه اللي هي نونشالانت ماشي، بس اللعيبه وكيميتش وعندك لعيبه كلها
انا عايز اقول بس ان فيني ضرب كيميتش في ظهره وهو على الارض، وكيميتش ما قربش منه وابتسم. وطبعا لو كان بس 19-0-19 لا لو لمسوا كده بصباعه كان علينا قضيه عنصريه في الفيفا يعني، بس عشان ايه. وعايز اقول برضو بما اني ممثل يعني بايرن ميونخ والكاب اهو والتيشيرت اهو، لا ان احنا اصلا دي بقى قوه الميديا اللي دايما انا بعاني منها. انا طالع من الماتش بتخانق انا مع الحكم ان انا في حاجات كتير، الجون الفاول مثلا بتاع اللي اردا جولر حط، وكنت شايف ان فيها سيميوليشن من دياز، من ابراهيم دياز. وكنت شايف ان الجون بتاعهم اللي بعد كده كان في فاول عليهم على ستانيزيتش قدام. وفي كمان انا في راجل على انستجرام بحبه جدا، راجل مش بيشجع اي فرقه، هو اكس ريفري اسمه ريفري تشانل حاجه كده. الراجل ده اصلا بيجيب حالات الدوري المصري عادي، هو ما اعرفش مكسيكي او حاجه كده. الراجل ده بيجيب الفيديو بيقول حصل 1 2 3، بيفتح القانون بالظبط بيقول ايه، بيعمل لك هايلايت، بيقول لك من كفر الشيخ بلاش بقى هنتوقف القناه مش ناقصه. وبيقول لك الحكم كان صح، الحكم كان غلط. راجل بيحلل كل الفرق، مفيش فيلينجز مفيش حاجه، هو القانون ده اسمه قانون كذا، انا شايف ان هي كذا. هو جامد قوي بصراحه. فهي يعني فهو مطلع بقى ان ريال مدريد عليه 6 طرد بقى عليه حاجات كتير قوي. فاللي هو يا جماعه ده بقى باور اوف بي ار، يعني بايرن كبي ار مش بنفس قوه مدريد. فطالع السيناريو، وكمان اللعيبه وهي طالعه في التانل اديكوا شفتوا الحكم عمل ايه. ده روديجر يعني تقريبا مودي 4 المستشفى روديجر بيضرب اللعيبه ضرب وعمره ما بيطرد. انا فهمته كمان ان لعيبه ريال مدريد خانقوا يعني مع بعضيهم جوه اوضه اللبس. هو باين ان سمعت ان في قصه بيريز نزل وقال له ارض ما اعرفش. سمعت ان بيلينجهام وفينيسيوس برضه ضربوا. لا دي حصل جوه الملعب، دي فعلا حصل جوه الملعب. في واحده جوه دريسنج روم كده قاعد يطلعوا عليها رومرز بس. فواضح ان هم بينهم وبين بعض الدنيا مش بس الحمد لله ان المره دي كاركتر اللعيبه كان لما بيحصل كده التنشنه دي، كنت تلاقي فيدال مثلا حتى لو يعني ما علينا، بس كان في بيحصل طرد ريبيري خلاص بيلجأ اللي هو ايه الفرقه بترجع. حتى لو في سيستم، حتى فرقه جوارديولا هو في سيستم اكتر من جوارديولا، بتلاقي ان هو لا خلاص احنا هنلعب ماتش شوارع وترقيص، وريبيري يحاول يعمل واحده روبن، فكان الموضوع بيلجأ للعشوائيه شويه. المره دي اللي مختلف انه لا اللعيبه كانت ابرد بكتير، ودي حاجه كويسه جدا. الاجوان اللي جت في الاخر ممكن يبقى فيها جزء اكيد استغلال الطرد، بس على الاقل لا لعبت لعبك، وكان لغايه اخر لحظه بينزل ويطلع الاجنحه، بتلعب اللعب بتاعك، الزيادات بتاعه السنتر باكس، كل حاجه كانت اللي هو لا كانه ماتش يعني في اغلب الاوقات كانه كان ماتش طبيعي في السيزون قدام مدريد. فده الكاركتر اللي انا شايف ان كومباني نجح فيه، ان انت بايرن طول عمرها عندها فرقه كويسه وبتحاول مع مدريد، وكان بيحصل باك اند فورث، اول مره يبقى عندهم البرود انه نلعب لعبنا ونكسب. فدي الفرق اللي كان بس سيجمنت بقى. ما انا قبل ما مين تشامبيونز ليج وينر ده السؤال برضه كنت بس بشكل مختلف، كنت اقول لك بريدكت الاجريجيت ريزلت للتو سيمي فاينلز اللي عندنا. لا صعب، في واحد في 40 جون، واحد 0-0 وضربات جزاء. اتلتيكو انا حاسس الماتشين عامه هيبقوا صعبين. حاسس ماتش اتلتيكو ارسنال ده هيفرق حاجه، تحكيم جدلي جدا مش عارف ليه. حاسس بيلنتي تنبؤات مش بيلنتي هنا فري كيك غريبه يدخل منها جون والفاريز ماسك الفري، هيحصل حاجه. طب بلاش ريزلتس، بس قول مين هيكسب من هنا ومين هيكسب من هنا. انا شايف الفاينل اتلتيكو باريس 3-0. اوف 3-0. لا انا يعني ماتش واحد في بودابست. اتمنى قصه بودابست، اتمنى نشوف فاينل جديد. اعتقد تهيألي حصل مره زمان باريس قوي. ده لا ما اتلعبش تقريبا قبل كده. اعتقد مره مثلا. لا اعتقد اتلتيكو بايرن اتلعب مره، مش فاكر. اتلتيكو بايرن اتلعب فاينل لا فاينل ما اتلعبش. فاينل ما اتلعبش يا ابني. اتلتيكو الفاينل اللي وصلها لا لعبنا فالنسيا، سوري لعبنا فالنسيا من غير ريال مدريد. اتمنى اشوف الماتش ده، علشان انا الان من ارسنال شويه ان هو يجي يفوق عليا. ثانيا انا شايف ان انا ستيل ممكن اعدي باريس، انا اصلا كسبته في البطوله دي. واتلتيكو حاسس ان احنا نقدر نلعبه، بس ده تمني برضو يعني. باريس ده هيبقى اصعب يعني، هو وماتش مدريد اصعب ماتشين لبايرن في السيزون. بريدكشن يا فادي انت كده ما قلتش حاجه يعني. ما هو بريدكشن مخلوط بايرن بتمني. بايرن باريس بايرن سوري اتلتيكو انا بايرن ارسنال. ايه ده حلو، كل واحد اجابه يعني. ان شاء الله حد يطلع صح. انا مختار 2 مش انتوا ما اخترتهمش. ان شاء الله حد هو اختار اتلتيكو ارسنال، انت اخترت مين؟ بي اس جي. انا قلت اتلتيكو باريس. ما لازم في حاجه كون. خلاص نقفل كده. هتطلع النضاره اول ما اجيب البتاع صح. ايه رايك يا مورس بعد اول حلقه جاست ده تاريخيا؟ اتبسطت معانا ولا؟ انا سعيد ان انا كنت معاكم يا جماعه النهارده. كان نفسي تستنى على 3 شهور بس عشان الفورمه وكده. لا انت احسن حد فينا. بس انا بقى لي 10 سنين بقول 3 شهور بفورمه. بس يا مايكل يعني كانت حلقه جامده قوي بصراحه.
ويعني قول بقى للناس اي حاجه. قول للناس تعمل قول للناس تعمل لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وقول لجون يجي. وزر الجرس ده، انا بيجنني زر الجرس. بس يعني لا ان شاء الله تكون الحلقه عجبت الناس ميرسي أوي يا جماعة. ونفضل احنا نتطور انبسطنا. يلا ميرسي. سلام.